ازيكم عاملين ايه؟ رب يكونوا دايما بخير وفي احسن حال. بجد وحشتوني جدا 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 من الفيديو ده للفيديو اللي قبل ده. بس بصوا الفيديو بتاع النهارده ولا روتين ولا وصفه ولا هننفق اصلا في المطبخ ولا هنعمله اي حاجه تخص البيت. النهارده هنتكلموا في موضوع مهم جدا جدا جدا. الموضوع ده واحده من المتابعين بعتتهولي على الخاص عندي، يعني حبت تاخد رأيي فيه. فأنا بصراحة قلت لها رأيي بما يرضي الله، بس أنا برضو حبيت أتكلم معاكم في الموضوع ده لأن بجد الموضوع ده موجود كتير جدا جدا في المجتمع بتاعنا، والموضوع ده بيخص الراجل. اي نعم انا عارفه ان 3/4 متابعيني من الرجاله، بس يا جماعه انا مش يعني انا بتكلم عامه، مش عن الرجاله كلها، انا بتكلم عن فئه معينه. هنتكلم عن الخيانة الراجل للست. دايما الراجل يقولك انا حر وانا راجل واعمل اللي انا عايزه. لا ماشي، انت حر وتعمل اللي انت عايزه، بس انت مش حر ان انت تجرح الست اللي معاك او تكسر قلبها، او هي تكون عطشالك الامان والثقة وانت اصلا تخذلها. بجد يا جماعة اصعب حاجة في الدنيا الخذلان، ان انت تبقي واثقة في حد 1,000,000% ويجي يطعنك في ظهرك وخلاص انت مش هتحسي بالامان بعد كده، ولا اصلا هتدي البني ادم ده الثقه تاني. المتابعه اللي كلمتني على الخاص بجد يعني ربنا يفك كربها وكربنا جميعا ويزول الهم عنها بجد، لان الموضوع ده متعب جدا جدا للست. اكتر حاجه يا جماعه بتكسر الست الخيانه ايا كان نوعها. احلى حاجه بقى ان الراجل فاهم ان خيانه الشات والفون دي مش خيانه، بيقولك لا دي زماله او صداقه او كمجرد كلام ومش هعمل حاجه تغضب ربنا. هو انت فكرك ان انت تكلم واحده على الشات او بتكلمها في الفون يبقى دي مش خيانه؟ والله العظيم تبقى انت طيب وغلبان. وعلى رأي اغنيه اصاله، فوق بجد، فوق من اللي انت فيه. بجد أصالة ما كذبتش في الأغنية دي، ولأنها كانت حاسة بالإحساس الخيانة قوي 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 في تجربتها اللي فاتت، فعلشان كده بجد طلعت الأغنية دي من أروع أغاني أصالة اللي سمعتها لها. بجد أنا عامة ما بسمعش يعني أغاني، بس أنا سمعت جزء منها اللي هي بتقول له فوق. بجد أي راجل يا جماعة يفكر إنه يكسر الست اللي معاه او يخذلها او يكسر بينه وبينها الامان والثقه، بجد انا بقول لك فوق من اللي انت فيه. واللي انت معتقد ان انت بتراسل واحده ايا كان شات او بتكلمها فون، ست غريبه عنك، ست مش يعني مش مراتك، انت متضايق او زعلان او مهموم، اتصل على مراتك وكلمها. بصوا يا جماعة برضو تاني حاجة، اللي بيخون نفسه وبيخون ربنا سبحانه وتعالى، ما بيخونش الست اللي معاه. بس اكتر حاجة بتوجع الست اللي هي كانت زي ما بتقول ايه، مغفلة، اللي انت اخده على دماغك فترة ما وانت يعني مش عارفة. وايا كان اكتشفتي الخيانة دي ازاي، يا جاتلك لحد عندك من غير ما انت اصلا تدعبسي او زي ما بيقولوا ايه كده تفتشي، يا اما جات لحد عندك يعني حد باب بيتك خبطت لك وقالت لك جوزك كذا 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 كذا. ايا كان والله طريقة اكتشاف الخيانة واحدة، الوجع واحد، الألم واحد، الجرح واحد، كسرة القلب واحدة، والله العظيم 3 ما بتختلف. وحتة ان انت ترجعي تسامحي وتغفري علشان زي ما بيقولوا المركب تعدي، اوكي سامح واغفر، بس مفيش نسيان يا جماعة. احنا نوعين من الستات، نوع ممكن تنسى وتغفر وتسامح وتعمل له بالياتشو بقى في البيت، بقى ميك اب بقى وبرفن واحلى لبس وكل حاجه وادلعك وهيصك والكلام ده، حتى لو هي مجروحه بتعمل كده عشان تكمل، حتى لو جايه على نفسها علشان تكمل. والنوع التاني من الستات ما بتقدرش، مش بتقدر تنسى، الموضوع بيبقى في دماغها وجوه قلبها، حتى لو كاتمه عليه او حبساه بيجي وقت ما بيطلع تاني يظهر فبتتكلم فيه تاني، فده ما بيعجبش الراجل.
الراجل عايز يجرح، عايز يدوس، عايز يكسر، عايز يعمل كل حاجة، وفي الاخر يقولك انا راجل. لا، الخيانة ما يعني ما فيهاش فرق بين الراجل والست، زي ما ربنا سبحانه وتعالى اقتص حق ان الراجل يقتل وياخد اعدام زي الست بالظبط. لو قتلت بتاخد اعدام، مفيش فرق بين الراجل والست عند ربنا. من قتل يقتل لو بعد حين. برضو الخيانة الراجل زيه زي الست، زي ما الست تتعاقب. وطبعا لو الست اصلا عملت الموضوع ده، انت طالق، تتجرد من كل حقوقها، ملكيش عيال، خدي بعضك وروحي عند اهلك. مش ده بيبقى تصرف او رد الراجل على خيانة الست؟ مع انه ما بيلاقيش نفسه، مش بيلاقي لنفسه مبررات. انا مش بقول ان الست تلاقي مبرر وتروح تخون، انا ضد الخيانة ايا كان من الراجل او الست. بس في ستات ساعات بتبقى مقهورة، مقهورة بجد، مفيش اهتمام، في اهمال، مفيش كلمة حلوة، مفيش بينها وبين جوزها اي حوار. ليه؟ انا نفسي افهم. هو يا جماعة الراجل لما بيضمن الحاجة بيدوس عليها قوي ليه كده؟ انا ضامنك في البيت، بتربي العيال، بتطبخي، بتغسلي، بتكنسي، بتنضفي، برجع اخر الليل بلاقيكي عامله الاكل ومظبطه الدنيا، خلاص انا ضامنك، فخلاص تاخدي على دماغك ليه؟ طب ما انت زمان ما كنتش ضامني، زمان ايام الخطوبه ما كنتش ضامني، كنت بتكلمني بدل الساعه ساعتين وثلاثه وعشرة، بتيجي توصلني لحد بيتي، لحد مكان بعيد جدا، وترجع في نفس الوقت المكان اللي انت كنت موجود فيه، بتتمنى ان انت اصلا تقعد معايا 5 دقايق. ايه اللي اتغير؟ البني ادمه اتغيرت؟ يعني مش فاهمه. يعني انت بدلت ايام الخطوبه، بدل مثلا ما انت تتجوز انسان اللي كنت بتحبها، لا بدلتها بواحده تانية، فانت مش قادر تكمل معاها؟ ايه اللي بيتغير؟ نفسي افهم. زي ما هي بتتغير انت بتتغير، زي ما انت عندك ضغوط وعندك التزامات، هي كمان عندها ضغوط وعندها التزامات، وراها اولاد، وراها احتياجات ولاد، مدرسة، ولد عنده مشكلة، عيل تعبان بتجري انت بيه وتقعد تصلي طول الليل وانت اللي بتداوي، وانت الست بتعرف عن ولادها وعن بيتها اكتر. معلش رجعت لكم تاني، معلش كان جالي التليفون فاضطريت ان انا ارد عليه. بس بصوا يا جماعه، انا يعني مش هتقولوا ان انا متحمله على الرجاله، لا، في رجاله كويسه زي ما في راجل مش كويس، في راجل كويس زي ما في راجل مش خاين، في راجل خاين زي ما في راجل بيتقي ربنا في الست اللي هو قعدها معاه في البيت، زي ما ربنا يعني ده ربنا امرنا بالموده والرحمه. فين بقى الموده والرحمه؟ ليه ما افتكرتش ربنا وقت ما انت رايح تتكلم او تراسل، وفي الاخر بيقولك لا ده مجرد كلام، صداقه، زماله، الست دي اللي انا بكلمها ست محترمه. فين وجهة النظر يعني ان دي ست محترمه؟ ازاي ست محترمه تقبل على نفسها اصلا اللي يتقال لها كلام كويس ولفلفه من واحد اصلا ما يخصهاش في شيء، او كل اللي بيربطوا بيها هو وهي صداقة عمل، او يعني عارفين بعض برضو عن طريق الشات؟ والله العظيم 3 في ناس كتير يا جماعة بتستخدم السوشيال ميديا استخدام زفت، استخدام بيتدمر. مش ان انت مثلا تخش تسأل على وصفة، او ان انت تسمع سورة من القرآن اللي ربنا امرك بيه اصلا ان انت تقراه او تسمعه، او ان انت ليك مثلا عندك نوع من انواع المرض مثلا عايز تعمل سيرش تسأل المرض ده مثلا ايه اعراضه، ايه اشفى منه ازاي، عندي شوية برد، طب يا جماعة اخد ايه، اشرب ايه؟ لا، ده الناس بتفهم السوشيال ميديا غلط، فاهمه الشات غلط. ان انت خلاص عملتي شات مع واحد، خلاص هي اخرتها قذاره. والله بكلمكم بجد، اي واحد بيخش الواحده عن طريق الشات قذاره، اي واحد بيكلم زميلته في الشغل، او الا ما رحم ربي، والله العظيم الا ما رحم ربي، اللي بجد بتلاقيهم محترمين اكتر من الصداقه والزماله في حدود العمل، وانت جوه الشغل. بره الشغل لا، مفيش زماله، لا 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 لا، انا مش مع المبدأ ده. زي ايام ما كنا مثلا في الجامعات كان يقول لك جوه الحرم الجامعي في زماله صداقه، اوكي، بره لا،
لان يا جماعه بره بتتطور، الموضوع بيتطور، ما بيبقاش ولا زماله ولا صداقه، بتبقى لافا وكلام حلو وان انا اشوفها وهي تشوفني، وان انا بقى اقعد بقى اسرح بقى وبقى هيمان وهي قاعده قدامي. فين بقى ربنا سبحانه وتعالى من كل ده؟ ما لو انت شايف اصلا ربنا قدامك، او انت حاطط ربنا على كتافك، او حاطط ربنا قصاد عينيك الاتنين، عمرك ما هتعمل حاجه تغضب ربنا. وان انت يا راجل يلي بتخون معتقد ان الخيانه دي مش خيانه علشان عملتها عن طريق الشات او طريق التليفون، دي مش خيانه. انا حابه اقولك ان انت مش فاهم الموضوع، بجد مش فاهم الموضوع. لا، اللي انا اقدر بقى اقوله لك ان انت الخيانه 3 انواع. اول نوع اللي هو عن طريق الشات، تاني نوع طريق الفون، تالت نوع اللي هو اعوذ بالله بقى دي الكبيره اللي ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفرش فيها. انت دلوقتي بتعدي بالمراحل، طب ما انت بتعدي بالمرحله الاولى والثانيه وجات لك بقى مزاج تعمل اعوذ بالله الثالثه، مش هتعملها؟ هتعملها. ساعتها هتقول له لا يا ربي انا مش عايزه اعمل الكبيره فعملت الاولى والثانيه. لا، الخيانه واحده ما بتتجزأش. الخيانه عند الراجل زي الست لما بتخون بتهاجموها وعايزين وساعة الراجل بيقتل مراته اصلا وبيخش يتسجن بسبب ان هي خانته، او يطلقها او يشردها او يرميها او يحرمها من ولادها. كل ده يقول لك انا راجل حر، من حقي ومن حقي اكلم واحده واثنين وثلاثه واربعه، عاجبك مش عاجبك براحتك، بس انا حر. حر ايه؟ انا نفسي افهم حر ايه؟ حر ان انت تخون مره واثنين وثلاثه؟ حر ان انت تبقى عندك استعداد تكلم ست غريبه ما تخصكش في اي حاجه مره واثنين وثلاثه واربعه، والست دي بتبقى اول ست انت بتكلمها اول ما تنزل تفتح عينك على الدنيا؟ يعني بدل ما تقول لي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لا تمسك التليفون وتتصل وتلفلف معاها. والله هي دي. طب فين مراتك؟ هتقولي مراتي اصل مش شايفاني، اصل مش عاملاني. لا، الست ما تشيلش ذنب خيانه جوزها. انا ما بشيلش الست اي مسؤوليه. ممكن اشيلها مهما مسؤوليه ايه؟ اللي هي ممكن حرمك ما بتدكش مثلا حقوقك الشرعيه، اقول لك ماشي اعرف عليها، والله مطهقك في عيشتك وليل ونهار قله ادب وعراك ومشاكل، برضه ده ما يدكش الحق. لان انت لو انت يعني بايع على الست اللي معاك دي، غيرها، اعرف ظروفها، مش يمكن يكون عندها حاجه وجعاها، حاجه تعباها، بتخليها تعمل رد الفعل ده وهي مش عايزه تعملها. يا عم غيرها، ما جاتش بالتصليح مره واتنين، حاولت معاها كتر الف خيرك، خلاص بعد كده. ولو انت عايز تعرف واحده، ليه تعرف واحده عليها يا عم؟ طب ما سيبها هي كمان تعيش حياتها وتشوف دنيتها. انا اقول انا من واحد ما بيدورش على خراب البيوت والله العظيم 3، بس لا فعلا انت